تبدأ القصة ويا بنية اسمها نرجس من العراق. نرجس تقول أنا بنية صف سادس علمي، عايشة ويا أهلي وعندي 6 خوات و3 أخوان. تقول إحنا عائلة كبيرة. تقول بس أنا وأختي من أمي والبقية من مرت أبويا. مرت أبويا شخصيتها كلش قوية ومسيطرة على البيت كله، وأمي تمرضت من وراها وماتت، وبقت هي سيدة البيت وتأمر وتنهي بكيفها. تقول بطلت أختي الكبيرة حتى تظل تشتغل بالبيت، بس لأن أنا شاطرة وتوسلت بأبويا وقلت إذا تبطلوني أنتحر، فعافوني أكمل دراسة. تقول نرجس أنا ما عندي علاقة ويا أحد بالبيت لأن هاسة، وبس أختي الكبيرة هي صديقتي وأمي الثانية، بس أنقهر عليها لأن مرت أبويا ما تقبل تتزوج، ذاب الشغل مال البيت كله براسه وبس تتأمر، وهي مشغولة بس تخلف وتذب جهال. تقول أنا طولي وسط وضعيفة كلش لأن أكلي قليل، من أرجع من المدرسة مرات ما يبقولي أكل فأبات بدون أكل وظل جوعانة. تقول أنا عيوني خضر وشعري جوزي فاتح وعندي غمازات وشوية خدود. تقول وصلت للسادس والدروس كانت كلش صعبة، ومرت أبويا ما تقبل أروح يم مدرس خصوصي ولا حتى دورات تقوية، وكنت أنقهر لأن البنات كلهن عندهن مدرس خصوصي، وكنت مرات من يصير عندي فلوس أروح بالباصات ومن ما ينطوني فلوس أروح مشي بس أوصل للمدرسة متفلشة. تقول فد مرة كنت أمشي وشفت صديقاتي، ردت أتهرب منهن بس لكفني، حاولت شو تسوين تعاي راح يجي الباص. تقول أنا انحطيت بموقف محرج وما كان عندي فلوس بس استحيت. تقول صعدت وياهن وقعدت يم واحد بس ما شفت شكله وكنت مرتبكة حيل، طلعت جزداني وكان فارغ. صاحتني صديقتي حاولش نرجس دفعت الكروة؟ أنا قبل قلت إي دفعت وصرت حمرة وخجلت. شوف قد شوية وكان السائق يقوم يصيح منو ما دافع كروة أكو نفر ناقص. أنا متت من الخوف وغلست، شو هذا القاعد بصفي صاح؟ العفو أخويا كنت ناسي واعذرني ودفع، بس أنا من شفته دفع الكروة خجلت وباوعت له وهمست شكرا عمو. باوع علي وقال ولك يا عمو شكبرتيني، وقام يضحك وكان يقول يلا عادي يصير هيك. قلت له أنا نسيت فلوسي بالبيت، باكر أصعد وأدفع كروتك واعتبرها دين. قال أوك براحتك وسكتنا. بعد ما حكينا ووصلت للمدرسة ونزلت. خلينا نرجع للشخص اللي كان قاعد بصف نرجس بالباص. يقول الولد أنا عمري 24 سنة واسمي فارس، كملت معهد وما متعين بس دا أشتغل وحالتي المادية الحمد لله زينة، ما متزوج وطويل وشعري أسود وحنطاوي وجتافي عراض يعني ضخم. طلعت للشغل اليوم وصعدت بالباص وصعدت فد بنية آية من الجمال كلش حلوة وقعدت على حظي. حسيت أمي من دربتني وقالت الله يفتحها بوجهك، يمكن قالتها من كل قلبها. المهم انطينا أجرة السايق بس انتبهت للبنية ما انطت أجرة وارتبكت وطلعت جزدانها وكان جزدانها فارغ. أني قبل انطيت كروتها وما خجلتها، من اندارت علي وهمست لي وقالت لي شكرا. شفت عيونها انشليت يا يمه، هو هذا الحب من أول نظرة. وأني ما أعرف صدق عبالك نظراتها ضربت سهم بقلبي، قلت لازم أخليها ببالي وأجمع عنها معلومات. وهسه خلينا نرجع لنرجس. نرجس تقول صار ثاني يوم وأنا أتوسل بمرت أبويا حتى تعطيني فلوس، حاولت بس ما انطتني. طلعت من وقت ورحت مشي حتى ما يشوفني صديقاتي، وورا كم يوم والصبح وأنا طالعة صاحت علي مرت أبويا وكانت تنطيني كم فلس، فرحت وقلت اليوم ماكو مشي. رحت صعدت بالباص وكان أشوف مكان فارغ يم شاب، رحت قعدت يمه بس مرتبكة والولد كان يتحرك ويحاول بس يطخ بيه. ضجت حيل ووقفت الباص ونزلت معصبة. خلينا نرجع لفارس. يقول فارس مر علي كم يوم وهاي البنت ما شفتها ماكو. ضجت وفد يوم واني صاعد بالباص شفتها وفرحت حيل، بس المشكلة ما كان اكو مكان فارغ بس كان قاعد يمها ولد. ضجت وشفتها متضايقة يمكن كان يضايقها. المهم وقفت الباص واني نزلت شو دمي فار، ولأن اني ضخم شلت الولد من ياخته ونزلته من الباص. نرجس تقول من نزلت ما شفت الباص مشي، كان أشوف هذا الشاب الضخم نزل من الباص وشايل الولد بحيث رجليه ما طاخت بالقاع، وكان يصيح علي قال لي هو لازم ينزل مو انتي. أنا انصدمت وخفت، قبل درت وجهي ومشيت وما كنت أدري هو وراي، وكان أسمع يصيح نرجس نرجس دقيقة. انداريت عليه وعيوني مدمعات، قلت له شو تريد مني؟ بس من باوعت عليه كانت ملامحه رجولية. خفت وبدون وعي بكيت. شو هذا تخبل وقال شبيك ليش تبكين؟ وقال آسف مو قصدي أبكيك.
حبيت أساعدك وبس، آسف كملي طريقك. بعدين قلت له أنت شو تريد مني وشلون تعرف اسمي؟ كنت خايفة وأول مرة أحكي ويا ولد. قال صديقاتك صاحوج ذاك اليوم من كنتي قاعدة يمي وعرفت اسمك. من قال لي هيك عرفته هو هذا الشاب اللي دفع لي الكروة. بعدين قلت له بعد لا تمشي وراي لأن تأخرت على المدرسة، وعفته وطلعت. فارس يقول ورا ما راحت نرجس أنا بقيت أمشي وراها وراقبتها بدون ما تحس. يقول مشيت وراها واندليت مدرستها وسألت الحارس ايش وقت يطلعون، وبالرجعة مشيت وراها واندليت بيتهم. وبعدين مرت أيام وما قمت أشوفها، وقلت ما يصير هيك لازم أفكر بشي. شباب هذا الجزء الأول من القصة، إذا تريدون جزء ثاني وصلوا هذا المقطع 2000 لايك وينزل الجزء الثاني إن شاء الله. دمتم في أمان الله، سلام.